طبعا انا عارف وانت عارف ان 90% من اللي دخلوا على الفيديو ده مذاكروش من اول السنة، ولكن لا تقلق يا صديقي، عادات هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة عادات، وده فيديو جديد ازاي تلم المنهج. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله في الفيديو ده معانا 5 نصائح تقدر تلم بيهم المنهج. واول خطوة معانا وهي جهز نفسك ذهنيا. من اهم العوامل اللي بتخليك تحل كويس في الامتحانات اصلا هي حالتك النفسية والذهنية. دول اهم اصلا من انك تكون مذاكر او لا. ياما ناس كانت داخلة مذاكرة وعاملة كل اللي عليها، بس تبقى داخلة مش واثقة في نفسها ومش واثقة في ربنا. لازم تبقى متفائل، خلي عندك ثقة بنفسك وثقة في ربنا، وانت اجتهد واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وكده هتبقى جاهز ذهنيا ونفسيا. وتاني خطوة معانا وهي اعمل جدول. يعني ايه اعمل جدول؟ يعني قسم وقتك، تعمل جدول صغير في الوقت اللي بتذاكر فيه والوقت اللي بتاخد فيه راحة. ولازم يبقى فيه راحة، لانك لو ما اخدتش استراحة من المذاكرة صدقني انت كده بتضغط على نفسك وبتضغط على المعلومات، وهي كده مش هتثبت، انت بس هتحفظها لأيام أو ممكن لساعات قليلة وبعد كده هتنساها فورا. فلازم تاخد راحة بعد كل فترة مذاكرة. وكمان تقسيمك لوقتك ده هيخليك تعرف تذاكر أكتر من مادة في يوم واحد. وانت بتحدد وقتك حدد أولوياتك في المذاكرة. يعني انت في أولويات بتبقى في مادة معينة لازم تذاكر الأهم، كل مادة تشوف فيها أهم فصل فيها أو أهم درس فيها وتذاكره. وتالت خطوة معانا وهي اقرأ كتير، وقصدي بقرأ انك تقرأ المناهج بتاعتك كويس وبصوت عالي، لانك لما بتقرأ المنهج بصوت عالي او الدرس ده بتقرأه بصوت عالي المعلومة بتثبت في دماغك. مش هقولك اقرأ تروح تقرأ كتاب فن اللامبالاة، فهو يا صديقي انت في ثانوية عامة لازم تركز، هي فترة وهتعدي وبعد كده اقرأ اللي انت عايزه. بس لو جاية معاك قوي تقرأ، فانا كنت عامل فيديو عن فوائد القراءة وليه نقرأ اصلا، هسيب لك الفيديو في الديسكريبشن. ورابع خطوة يا صديقي وهي انك حاول انك تراجع في خلال ال 24 ساعة اللي انت ذاكرت فيهم المادة. يعني انت مثلا لو ذاكرت مادة النهاردة لازم قبل ما اليوم ده يخلص تراجع عليها. وخامس نصيحة الأخيرة وهي انك حاول تحل امتحانات قديمة، امتحانات مثلا بتاعت ثانوية عامة السنة اللي فاتت تاخدها وتحلها دلوقتي. ده بيساعدك انك تدخل في المود بتاع الامتحانات قبل ما تدخل الامتحان الحقيقي اصلا. ده بيخفف عنك التوتر والتشتت، وكمان بيبقى عندك فكرة عن التنسيق بتاع الأسئلة في الامتحانات، لأن هي غالبا بتبقى شبه بعض. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. أتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودمتم سالمين.